الساعة 8 إن شاء الله. هيكون من ضمن قائمة الفريق هيكون النجم كهربا، ويا رب يقدم ماتش كويس. كولر استقر على التشكيل اللي هيلعب بيه. هيكون لحراسة المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء. خط الدفاع هيبقى أشرف داري، كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، رامي ربيع، عمر كمال. خط الوسط هيكون معانا كريم ندفد، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، مروان عطية، وعمرو السولية، ومحمد مجدي قفشة، وإمام عاشور، وعمر الساعي، وحسين الشحات، ورضا سليم، وبيرسي تاو. وأعتقد دي تشكيلة ممتازة. خط الهجوم هيكون وسام أبو علي، والنجم معانا محمود عبد المنعم كهربا. طبعا عندنا الإصابات إن شاء الله يرجع للملاعب بسرعة. نجم خط الدفاع يوسف أيمن، وفي محمد هاني برضو من ضمن تشكيلة الإصابات، وموقف برضو علي معلول الفترة الجاية هيحددوه. نيجي لطريقة اللعب. أنا شايف إن طريقة اللعب لو الأهلي لعب قدام العين الإماراتي بنفس الطريقة اللي لعب بيها قدام الزمالك، خصوصا في الشوط الأول، هيسيطر على المباراة.